خطتك في الأيام المتبقية حتى موعد المغادرة للبطولة، والوقت لم يعد هناك متسع كثير يعني. كما تعلم ان الفتره كانت قصيره، لكن احنا بنحاول نستغل الوقت. بدانا فتره الاعداد وعلى اساس ان احنا لا أقصد اللي جاي هل هناك معسكر خارجي؟ هل في مباراة ودية؟ احنا طلبنا معسكر خارجي على اساس انه يكون فيه مباريات وديه، لانه كما تعلم انه منتخب يعتبر فيه احلال وتجديد، لابد ما يكون فيه مباريات وديه اقل شيء مباراتين، من اجل انه اكيد بيكون في لاعبين جدد، اضافه الى انه تعرف ايضا الانسجام لابد ما يكون موجود، خاصه انه اللاعبين بعضهم لاول مره يلعبوا، يعني حتى احنا عندما لعبنا مع اهلي صنعاء لاول مره ال 11 لاعب اللي بداوا يلعبوا مع بعض، فاكيد نحتاج الى مباراه وديه دوليه اللاعبين يعدوا حاجز الخوف، اضافه لرهبه المباراه الدوليه. ان شاء الله توصل في اسماء جديده معنا ان شاء الله بنشوفها في في البطوله ان شاء الله لانه ما تبقى لنا من المنتخب السابق وحوالي 4 إلى 5 لاعبين، يعني اللي ممكن نقول حتى 4 اساسيين يعني. لا كاكتشاف جديد يعني، كاسماء بنحفظها يعني يعني اسماء بيقدمها منتخب الشباب. ان شاء الله يكون في اسماء جديده ان شاء الله. وابناء المهجر؟ ابناء المهجر معنا 2 الان متواجدين في المعسكر، اضافه الى لاعبين ما يعني الان يعني بنحاول ان احنا يجون المعسكر، لكن الان للمعسكر الخارجي يعني اذا في معسكر خارجي بيجوا المعسكر الخارجي لانهم رفضوا ياتوا في ظل الظروف، وفي 2 الان موجودين يعني. المهم كل التوفيق لك كابتن محمد، دعواتنا لك.